الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. فقال من الرجال؟ قال أبوها. الكلمة الحق للنائب مبارك الوعلان، فأقبل يا رعاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أيها الأحبة الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخنا محمد هايف أبو عبد الله، وليس غريبا عليه هذا التجمع. الأخوان أسهبوا، لكن أنا أريد باختصار كم رسالة أوجهها. أولا ليكن معلوم، والله الذي لا إله إلا هو، إنه أشرف لنا 1000 مرة أن تقطع رؤوسنا ولا يمس عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا خير فينا إذا كنا نمشي على الأرض وتمس أمنا أم المؤمنين كما نراه من قبل هذا الخنزير الجالس في لندن. هذا الخنزير يا أخوان، حتى تعرفوا أن هناك من سرب له، وهناك من مهد له، وهناك من فتح الطريق له حتى يخرج من الكويت. لما دخل إلى العراق بطريقة غير مشروعة، أينكم يا أمن الدولة؟ أينك يا وزير الداخلية؟ أينك يا رئيس الحكومة؟ إحنا إذا كنا نريد أن نقدم أي شخص يحصل على إعفاء وحسن سلوكه بالسجن، هناك 1000 إجراء وإجراء وإجراء، وكيف تجير كل هذه الأمور لمصلحة هذا الخنزير الكلب أجلكم الله القابع في لندن، والذي يطعن المسلمين في أم المؤمنين، ويخرج من العراق إلى إيران، إلى مركز الفساد ومركز تصدير الثورة وتصدير المشاكل كلها التي على الأمة الإسلامية. خريج قم التي لم نرى منها إلا كل ما هو بذيء، وكل ما يفرغ صف المسلمين، وكل ما يسيء إلى معتقداتنا. هذا الطالب الفاشل اللي طرد من قبل جريدة الرأي العام، وطرد الجاسم بودي لأفكاره وكتاباته الشاذة، ذهب إلى قم وخلال 3 سنوات يتخرج ويأتي ويسمى الشيخ ياسر الحبيب، وأنا أقول الخنزير ياسر الحبيب، ويأتي خلال 3 سنوات بالأموال، والحكومة تشخر حتى أن شخيرها وصل إلى طهران وإلى قم وإلى لندن ولم تصحي. احنا نقول هذا الكلام بداية غيرة على ديننا ومعتقداتنا وعلى إسلامنا، وثانيا حفاظ طالب بالبحرين ومملكة البحرين الكبرى، من البحرين إلى المنطقة الشرقية إلى الكويت، هو يريد أن يزيح نظام الحكم حتى عندنا بالكويت وفي المملكة العربية السعودية. من يتكلم في 1/3/2009 وأنتم يا حكومة نايمين في الشخير، ويا رئيس الحكومة نايمين ولا تعرفون ماذا يجري. يتظاهر أمام سفارة المملكة العربية السعودية منهود مجلس الأمة، ويحط السم بالعسل، ويطبق التقية الإيرانية. نعرفها ولسنا أغبياء، ونعرف كل من يمارس ذلك، لا تستغفلوا فينا. وينتقد الشيخ عثمان الخميس، وشتان ما بين الثرى والثريا. الشيخ عثمان رجل يتكلم عن الطريق المستقيم، رجل يتكلم عن الدين الصح، رجل يتكلم لإصلاح المسلمين، وليس مثل هذا العاهر، هذا الخنزير، هذا الفاسد اللي يطعن ويجرح ويسفه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تتكلم عن من؟ تتكلم عن عائشة أم المؤمنين اللي برأها الله سبحانه وتعالى من 7 سماوات، اللي زوجها الله نبيه عليه الصلاة والسلام، اللي نزل الوحي وهي بحجر الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي توفى عليه الصلاة والسلام وهو بين صدرها ونحرها. تتكلم عن من يا خبيث وتجرحنا؟ احنا نقول ورسالتنا يجب أن تكون مباشرة. أنا أعتقد لسنا بحاجة إلى خطب وإلى كلمات رنانة، بحاجة إلى فعل، وهذه رسالة إلى زملائنا في مجلس الأمة. يحسن من يدعمه من النواب اللي موجودين عندنا بالكويت، ومن ييسر له أموره هنا في الكويت، ومن يدعمه بالمال، يجب أن تتحركوا. أما مندوبين الحرس الثوري، يجب أن تكون لكم يا حكومة موقف تجاههم، ويجب أن تعرفوا أن أهل الكويت على كتاب الله وسنة رسوله ولا غير ذلك، لا، فيجب أن يكون لكم تحرك واضح
وجلي حتى يشفي صدورنا. ومهما فعلتم مما أتى بجرح أم المؤمنين أنا أعتقد لا يشفي صدورنا، لكن يجب أن نمارس دورنا بالكامل. وأتقدم بالنهاية بالشكر الجزيل للأخ أبو عبد الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر الأخ محمد هايف على هذه الندوة لنصرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأنا الحقيقة أيضا أشكر كل من دافع عن أم المؤمنين، وأثني على كلام الأخوة الكرام اللي سبقونا في هذا الحديث، ونقول لكل من له انتماءات خارجية مذهبية وحزبية يريد من خلالها تدمير البلد وتحطيم الوحدة الوطنية، نقول له بعيده على شواربك وعلى شوارب اللي وراك اللي قاعد يدعمونك في المال. اليوم ياسر حبيب يقبع في لندن في بناية، وريعها يعود عليه ويستثمره في قناة فضائية وفي صحف وفي كتب وفي مسيرات. ومع الأسف هذه البناية مشرية من أحد نواب أعضاء مجلس الأمة، وبدعم من الحسينيات ومن الحوزات العلمية. هذا الخبيث ياسر الخبيث، مو ياسر الحبيب، الحبيب هو من حب الله ورسوله وأم المؤمنين. هذا الخبيث مواليد إيران في 73، وانتمى إلى حزب الدعوة في 1993، وتدرج في السلم القيادي الحزبي إلى أن أصبح له منصب يسمونه أوامري مدري إرشادي، فإنه يتلقى الإرشادات والأوامر ويبث سمومه ضد هذه العقيدة الصحيحة، ضد هذه العقيدة الحقيقية، ما هي عقيدتهم الباطلة والفاجرة مع الأسف، واللي قاعد يروجون لها اليوم. مثل ما قال الأخ عثمان، المراد مو هو الرسول ولا هو أم المؤمنين، ولا المراد هو إبادة أصحاب هذه العقيدة، هو إبادة أصحاب هذه العقيدة السنية. وأنا أقول يجب على الحكومة أن يكون لها موقف جاد، وأن يكون لها محاسبة، وأن يكون فعلا القيادة بيدها. ترى احنا نقول لكم يا أخوان، إذا ترخيتم وتماديتم وجاملتم، ترى في الأيام القادمة الله يكفينا الشر، قد يكون الحكم ما يعرف منه بده. وبالتالي من المسؤول؟ المسؤول الحكومة عن هذا الشعب. حنا ما نبي بكرة يختلط الحابل بالنابل، ولا نريد لهؤلاء التعساء وهؤلاء الرعاة وهؤلاء المجرمين اللي يريدون يبثون سمومهم في الضرب بين السنة والشيعة. حنا نقول لعقال الشيعة نرجو أن يكون لكم موقف إيجابي، ونتمنى أن يكون لكم صوت مسموع، وأن تقفوا على هؤلاء المجرمين، وأن تضربوا على يديهم، وأن تلجموهم، وأن تعلمونهم العقيدة الصحيحة. إذا بعد وصل الأمر إلى عقيدتنا وسب الرسول وأم المؤمنين، لا خير فينا. وأصبحنا للأمانة، الأخوان يقولوا اختم معنا وقت، وأصبحنا للأمانة عقيدتنا مشكوك فيها، لأن مع الأسف إذا أصبحنا ما نقف موقف بطولي ورجولي ونصرة حقيقية وفعالة ونقرن القول بالفعل لنصرة هذه العقيدة والرسول وأم المؤمنين، لا خير فينا وفي عضويتنا وفي مواقفنا وفي ثقة أبناء الشعب الكويتي اللي حملنا هذه الثقة ونجعلها وسام فخر واعتزاز. فيجب على الحكومة أن يكون لها دور، وفتح التحقيق ومحاسبة من وراء من النواب ومن أعضاء الحكومة ومن الممولين، وقطع دائبر هذه الفتنة. وفي النهاية الحقيقة أنا أقول اللهم احفظ هذا البلد وأميرها وشعبها من كل مكروه، اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبروا يا أخوان وصابروا، وحتى تكتمل الرسالة نتصبر
لأجل أم المؤمنين عائشة، جزاكم الله عنا كل خير. النائب السابق عبد اللطيف العميري حاضر لم يغب عن الساحة، فطل عليهم يا رعاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باختصار يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. هذه الآية كأنها تنطبق علينا في هذا اليوم يا إخوة. فهذا الأفاك المجرم عندما جاء بهذا الإفك كان خيرا لنا. الخير الأول: اكتشفنا هؤلاء النواب الذين دافعوا عنه، وليس غريبا أن يتكلم مثل هذا المجرم هناك، فأمثاله كثير سوف يأتون أكثر. ولكن الغريب أن ينبري له هؤلاء النواب الذين دعمتهم وتدعمهم الحكومة ليل نهار، والذين يدافعون عن الحكومة ليل نهار. هؤلاء النواب هم الذين يدافعون عنه، وهم الذين يطالبون أن يستوي الخبيث بالطيب، أن يستوي عثمان بياسر. والله عز وجل يقول لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يستوي هذا وذاك. هؤلاء النواب الذين الحكومة تدعمهم بالمال قبل وأثناء وبعد الانتخابات، هؤلاء الذين ترعاهم وتسقاهم الحكومة، والذين يدافعون عن الحكومة ليل نهار هم الذين الآن يدافعون عن ياسر الحبيب. الخير الآن أننا عرفناهم، وما دام أننا عرفناهم يجب أن يلفظهم الشعب ولا يلفظهم الناس، ونقف أمامهم وقفة رجل واحد. الأمر الثاني أيضا النواب الصامتون، نواب الكرة والطنباخية، الذين تنبح أصواتهم وحناجرهم من أجل الكرة ومن أجل الرسول وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، نجدهم صمت مطبق، صمت القبور وللأسف. كذلك يجب أن نعلم يا إخوان ونؤكد، وهذا النواب الأمة أمامكم وأمامنا، إن موضوع المناهج موضوع مصيري بالنسبة لنا. موضوع سب الصحابة هذا موضوع مصيري نقاتل من دونه. وإذا كان يصفونه بأن موضوع سب الصحابة والثناء عليهم تكفير، فنحن أول التكفيريين. لا نقبل إلا أن يكون في مناهجنا الصحابة وأمهات المؤمنين يحفظون كما تحفظ الفاتحة، وليموتوا بغيظهم ولا يذهبوا إلى الجحيم كلهم. لا نقبل بأن تغير مناهج وأن تمس. والله إذا مست عار في جبين كل أعضاء مجلس الأمة إذا مست مناهجنا وغيرت حتى يرتضون هؤلاء المرتزقة الذين لا يخافون في الله ولا يراعون عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، والوقت قصير يا أخوة، أقول بأن هذا خير لنا، والذين تولوا كبرهم يا أخوان لابد أن نعرفهم، ولا بد أن تحاسب الحكومة اللي قاعد تحاسب خطباء المساجد، توضع لهم مسجلات ويجرجرون كل أسبوع على كلمة، ولكنهم وللأسف في كل مكان يتكلمون ويشنعون ويشتمون ويضربون بالثوابت، والحكومة خايفة منهم. على كلمة قالها الشيخ فؤاد الرفاعي وهو لا يقصد في مركز وذكر، ايش سووا انتفاضة في البلد، ايش سووا؟ قاموا الدنيا ولم يقعدوها. وهذه الحكومة الركيكة، هذه الحكومة اللي ما لها لون ولا طعم ولا رائحة، لو كان فيها